السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ده يكاد أن أكون إن ده من أفضل ماتشات الأهلي في كأس العالم للأندية. ماتش الأهلي والهلال، طبعا الأهلي دخل بتشكيلته المعتادة اللي كان بيلعب بيها أيام بيتسو موسيماني الموس. والهلال كان من أقوى الفرق في دوري أبطال في آسيا عموما، بطل السعودية. تبدأ تحضير من تحت، ده الموس عم الناس، الله يمسيه بالخير، المدير الفني بتاع الهلال. محمد هاني قام المونديالي العالمي، كان مونديالي عرضية على طول من طاهر، حارس يطلعها. طاهر كان برضو خش على طول على اللي بعده. هجمة تاني للأهلي عالمية، لكن طبعا الله يمسيه بالخير عفش أصلا يعني. معلول أسطورة، أسطورة يا جماعة، والله أسطورة. معلول تاني عرضيات، معلول دوا يا جدعان. مطع نظرك وعينك بمعلول يا جماعة والله. بص معلول أسطورة، أسطورة من أساطير النادي الأهلي الخالدة على مدى التاريخ إن شاء الله بإذن الله. يعني نفضل نفتكر معلول سنين وسنين إن شاء الله، نعيشنا وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى. أحمد عبد القادر عمل ماتش عالمي. الماتش ده أحمد عبد القادر كان نجم من نجوم فول السولية ومحمد هاني وعلولو. كان نكمل مع بعضين زي ما انتم شايفين. علولو طبعا، ياسر ابراهيم انهاء بشكل. كان ياسر ابراهيم جاب جونين الماتش ده. ياسر ابراهيم بصراحه يا جماعه عالمي، عالمي بامانه يعني. بتكلم ساعتها في الماتش ده عموما يعني، لكن وجهة نظر ياسر ابراهيم، طبعا ياسر ابراهيم مدافع كويس جامد حلو، لكن مش من المدافعين اللي انا بفضلهم يعني. بص عديت معلول، اتفرج على عرضية معلول والهيد الجامب بتاع ياسر في الجون. الكرة اصلا كانت يعني الكرة كانت قريبة. والهدف الاول للاهلي طبعا محمد شريف، الله يمسيه بالخير يا جماعة والله. الأهلي عمل ماتش عظيم، مع إن الناس كلها كانت بتتكلم وجماهير الهلال يا طعمية وبتاع وتحفيل، لحد ما هوب خدوا على عينهم على طول. زو الأول، زو التاني. فمتع عينك. على فكرة هي كان عندها برضه لعيبة قوية طبعا. ده الطرد، أول طرد طبعا، الطرد قلب مجريات الماتش تماما يعني، عشان ما ننكرش، بس ده كان جامد. حتى لو ما كانش اتطرد الأهلي الماتش ده كان جامد، والحكم كان عظيم يعني. ديانج طبعا هجمة تاني للأهلي بالحارس يطلعها محمد شريف الحريف. محمد شريف كان نجم. محمد شريف قضى معانا، عمل موسمين من أعظم مواسم أعلامه في حياته يعني. ضربة ركنية للأهلي طبعا، معلول كالعادة يديها للمروان ده، أعتقد مروان حب ارزع. واحدة ثانية ياسر إبراهيم الهدف التاني، عظيم عظيم. ياسر إبراهيم عمل ماتش ساعتها أصلا، هو اللي خد مان اوف ذا ماتش في الماتش ده أصلا. في سقف الجون على طول يابا، ودي على طول. خش يا عم على اللي بعده. خش على اللي بعده. محمد هاني المونديالي، محمد هاني هدف على طول. ما كانش مروان، ده كان محمد هاني. علينا يعني الاتنين أهلاوية. الشوط الأول خلص سوا، وبعدين نخش. دي كانت هجمة مرتدة المخيف محمد شريف. الطرد التاني يلا بالسلامة. طبعا خلاص بقى، خلاص ختمت على كده. ده الموس بقى هو بيزعق وهو جامد، هو هوب تعالى خد يلا ادي. ايام ما كانوا بيتكلموا مع الحكام وروحوا تعالى ديانج. التغطية العكسية من الأهلي، الدفاعيا كنا كويسين. ده طبعا أحمد عبد القادر كوبري عظيم. اسيست من السولية، يخش عبد القادر يرقص ويحطها. كان نفسي الكرة دي تنتهي بجون يعني. بص أحمد عبد القادر لعب بشكل كويس جدا. 1 2 معلول، بس معلول للأسف ضيعها يعني. معلول كان أسطورة ساعتها يا جماعة والله. طبعا دلوقتي احنا كنا ساعتها، حتى احنا كنا دفاعيا كنا اقوياء، ونص الملعب بتاعنا كان جامد، وهجومنا كان جامد، كل حاجه. ان احنا ما كانش عندنا برضو اللعيبه اللي هي بتاعت السنه دي. احنا عندنا السنه دي لعيبه قويه جدا، بس هي موسيماني كان جامد بصراحه يعني. يلا الطب التالت من غير يعني، انت بتعترض عليه يا عم انت كمان، يلا. طبعا والحكم كان فاضل، كان الفار كان موجود في الماتش ده. دقيقة 26 تلاتة طبعا. انا فاكر ان هما اتنين مش تلاتة يعني، بس ما علينا. خش على الكرة حمدي فتحي،
ده هاني قطع الكورة. لا ما خلاص يا هاني. طبعا السولية عرضية من السولية ما تعديش. كرة تاني لمحمد هاني، عرضية من هاني لمحمد شريف بس ضيعها. سابها الواد ده كان الجون، كان سابها للسولية. سابها للسولية كانت هتبقى جون بس هو طمع فيها. مش فاكر ده كان السولية ولا حمدي فتحي. ده الله. طبعا محمد عمنا، الله يمسيك بالخير يا علي. ده محمد عمنا كان جامد يا جماعة. ده عبد القادر، عبد القادر عمل ماتش برضه عظيم. نادي القرن الأفريقي. مش كمان عرضية جميلة جدا ما قالوا لي ريحها لعبد القادر، عبد القادر يرقص وهوب يحطها في الجون جامد. أصل 3 مدافعين وهوب حطها في الجون من في حتة في زاوية ضيقة أصلا. بص خلاص الكرة ميتة، بص هنا يعني خلاص هي الزاوية ضيقة جدا يعني. خدمته الكرة طبعا لما خبطت في اللاعب، لما خبطت في المدافع وجات له تاني في الكرة خدمته. بس هو كان يستحق ان هو يجيب هدف على المجهود اللي بذله في الماتش ده بصراحة يعني. مش تاني هدف عالمي. الموسم ماتش خلص 4-0 مع الرأفة. كان حد لازم الهلال كان يتشال من تحت ايدنا في الفترة دي. بس يعني ايه ده اكتر شيء يثبت لك ان ان هو بص الكلام الكتير مش بيقدم ولا يأخر. على طول يا باشا نفذ في الملعب، انما تقعد تهري بقى وطعمية ومش طعمية. احنا كعبين عليك يا اهلي واحنا جامدين يا اهلي، في الاخر خدت على عينك وسكت. يلا ما علينا. طبعا شوطة أيام على فكرة يا جماعة. أيام موسيماني إحنا كنا بنعمل كل حاجة في الكورة حرفيا بجد. ده عرضية محمد هاني، محمد شريف ضيعها كالعادة يعني. ده طاهر مش محمد شريف بس يعني. طاهر برضو كان حظه سيء في الموسم ده. بس هو لعيب، أنا بحب طاهر يعني يا جماعة والله. يعني طاهر من الوينجات المحببة للقلب يعني. ده الشوط الأول خلص 3-0 خلاص يعني. نزل الشوط التاني ومسك الهلال، مسك كورة. شكرا جماهير. بدأنا نلعب كورتنا العادية. اللي فضل حوالي 10 دقايق كان مستحوذ على الكورة في بداية الشوط التاني عشان إن هو يرجع وكده. بس يعني إيه الأهلي كان قوي وكان جامد، كان متمسك. اللعيبة كان عندها حافز إن هم يكسبوا. هو ده اللي أنا دايما بتكلم فيه، الحافز والروح. كسبان 3-0 وبيزعق بص في اللعيبة إزاي. كان كسبان 3-0 يا جماعة. السولية يجيب الهدف الرابع أصلا في الماتش ده. السولية عظيم عظيم عظيم. السولية كان نص ملعب من أكتر الناس اللي كنت بحبها في نص الملعب. طريقة لعب وستايل على الكورة وكذا حاجة يعني. لا طول محمد شريف هيضيعها كالعادة لو ما طلعوش. كمل. برضو يعني في حاجات كتير جدا كان بتخدمه يعني. وكانت اللعيبه فيها بصراحه. بس علول وعرضيات معلول يقول لك عنده 30 سنه، عنده 34 سنه يعتزل وهو بنص رجل. كان من افضل باكات الشمال اللي موجوده حاليا في النادي الاهلي. كان ماتش عظيم يا جماعه والله. كان ماتش فعلا. ماتش الاهلي والهلال مش هيتعوض. منعم كان من افضل المدافعين وما زال يعني. ربنا يقوم بالف سلامه يعني. ما زال من افضل المدافعين. ده الجون بتاع هدف السوليه. طبعا السوليه شويط رجليه على الجون، شويته قنبله وكل حاجه عايز تقولها قولها. ده بقى كنت هنضيف على كل ده قد ايه مثلا النادي الاهلي كان ساعتها في الموسم ده كان واخد الاخضر. بس احنا ساعتها اعتقد خدنا 2 دوري ابطال ورا بعضيهم. ايوه خدنا 2 دوري ابطال ورا بعضيهم. دوري ابطال بتاع الزمالك اللي كسبناه قاضية. وممكن ان شاء الله هنزل فيديو ملخص لماتش القاضية. وبعدين كسبنا الفرقة التانية بتاع جنوب افريقيا تقريبا، كايزر تشيف. كسبناها ساعتها 3-0. هدف السولية بحارس مرمى علي. جماعة الله يعني. بص كان الله يعينه يعني. انه كانش عنده برضه اللعيبه الجامده يعني ايوه اي نعم كان عنده معلول وعنده سليم، عنده طاهر. بس برضه يعني ما كانش اللي هو كان عنده اصابات. كانت في اصابات كتير. عشان هو ساعتها كان مصاب وكذا لاعب كمان كانوا مصابين. حمدي فتحي ودين كانوا موجودين. لا يا جماعه بس برضه مش يعني مش الفرقه بتاعت حاليا. انا بقارنها بفرقه حاليا بتاعت دلوقتي. الاهلي دلوقتي طبعا حمدي فتحي من الافضل لعيبه نص الملعب بالنسبه لي اللي جم في تاريخ مصر. تحط جنبه حسني عبد رب وحط محمد شوقي، حط احمد حسن، اي حد عايز تحط حط يعني. ده كان انفراد تام لاحمد عبد القادر ساعه اتحسب اوف سايد. فعلا هو كان اوف سايد. ده اوف سايد تقنيه
الفار وتقنية الفيديو والخطوط والتكات والحركات، واديله ادى أم خالد. فيعني نتمنى ان شاء الله ان الاهلي يعمل حاجه في كاس العالم السنه دي، يعني ان شاء الله ناخدها ماتش ماتش، يعني ما نستعجلش. المهم ان احنا نلعب الماتش بماتش. انتر ميامي مش الفرقه الجباره اللي تخاف منها، لا فرقه ايوه فيها لعيبه كتير، فيها لعيبه كويسه، لكن مش هي اللي تخاف منها، يعني مستواها مش واو يعني. طبعا بالمرس احنا لعبناها مرتين قبل كده، كسبناها مرة وهي كسبتنا مرة، مرة كسبنا في ضربات الجزاء خسرنا منها، ومرة التانية أيام ما كنا بنقول احنا بنلعب عواجيز وكسبونا. من أكتر الماتشات اللي زعلت عليها يعني في تاريخ النادي الأهلي بصراحة. يعني الماتش ده ما كانش يستحق إن احنا نخسره، بس احنا لعبنا أداء من أسوأ الأداء اللي لعبناه في التاريخ. فان شاء الله يعني نتمنى الاستمراريه، واتمنى ان الاهلي يوصل لمرحله كويسه جدا في كاس العالم للانديه السنه دي. نحلم ان شاء الله، يعني نفضل نحلم لحد ما نحقق حلمنا. مفيش حاجه بعيده عن ربنا، مفيش حاجه مستحيله. هم 11 واحد واحنا 11 واحد، اي نعم اوروبا بتتفوق علينا في البدني وفي الفني وفي حاجات كتير. هم لاعب عندهم يعني استشفاء بشكل كويس، عندهم بدني غير طبيعي، كرتهم سريعه جدا جدا جدا. يبقى صعب ان انت تجاري الفرق القويه او الفرق اللي هي في التوب فايف في حاجه يعني عظمه. لكن ان شاء الله احنا هنعمل بطوله كويسه باذن الله. اتمنى زي الصفقات اللي جات، واتمنى اللعيبه كلها ان شاء الله تكون قدر المسؤوليه. ودي كانت نهايه الحلقه بتاعتنا، وكانت نهايه ملخص ماتش الاهلي والهلال في كاس العالم للانديه.